أدلى اتحاد المحامين في الجزيرة ببيان للرأي العام بخصوص البيان الأخير لوزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية حول ردود فعل أبناء الكرد بحذف اللغة الكردية من اللوحات التعريفية للقصر العدلي في الحسكة. وقرئ البيان باللغتين الكردية والعربية من قبل المحاميان محمد فرحان ومحمد أمين معمو، وذلك أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة بحضور المحامين والمحاميات. وجاء فيه أن البيان الأخير لم يتناول جوهر المشكلة، واكتفى بالتركيز على ما جرى داخل المرفق القضائي دون التطرق إلى الأسباب التي دفعت الكثير من أبناء المنطقة وبينهم حقوقيون الاعتراض على هذه الإجراءات. وأشار إلى أن اتحاد المحامين في الجزيرة يؤكد على احترامه للمؤسسة القضائية وعدم تعطيل العمل القضائي، مؤكدا أن اللغة الكردية هي جزء أساسي من الحياة الثقافة والاجتماعية في محافظة الحسكة، وهي مصانة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13، وكذلك بموجب الإعلان الدستوري المادة رقم 7 الفقرة 3 التي تنص على أن الدولة تكفل التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين. إن اللغة الكردية هي جزء أساسي من الحياة الثقافية والاجتماعية في محافظة الحسكة، وهي مصانة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، وكذلك بموجب الإعلان الدستوري المادة 7 الفقرة 3، والتي تقول: تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين. والاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في دمشق بتاريخ 29 كانون الثاني 2026، والذي أكد على الخصوصية الكردية، ولذلك فإن احترام هذا الحق يجب أن يبقى محصورا في النصوص، يجب أن لا يبقى محصورا في النصوص فقط، بل ينبغي أن ينعكس بشكل علني في المؤسسات وكافة المرافق العامة. كما أن وجود اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية على واجهات المؤسسات الرسمية لا يمس بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، وإنما يعبر عن احترام التنوع الثقافي واللغوي الذي تتميز به المنطقة السورية عموما ومحافظة الحسكة خصوصا. هناك اندماج ساري على قدم وساق في جميع المؤسسات والدوائر المحلية وذات السيادة للدولة السورية أو لجمهورية سوريا. فإننا نرى بأن اللغة الكردية هي الرمز للمكونات المتعايشة في الجزيرة، يجب أن تكون عمليا على واجهات المؤسسات الإدارية والخدمية وحتى السيادية. إن التبجح والتحجج بأن مؤسسة القضاء أو دوائر القصر العدلي هي مؤسسات سيادية تتبع دمشق لا يمنع هذا بأن يكون للمكون المحلي أو المكون الكردي في الجزيرة بأن يكون لغته أيضا إلى جانب اللغة الرسمية للدولة السورية.